كل واحد جاي يجي يقول لي ايه، شاركني 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 شاركني. المشكله كلها ان هم مش فاهمين الشراكه، فاكرين ان الشراكه ادوار، فانت هتشيل البزنس وانا هشيل التكنيك، فكده الشراكه تنجح. يا جماعه عمر ما الشراكه في الدنيا كلها كانت ادوار. الشراكه في البيزنس وفي اي حاجه في الدنيا هي ميكس كده، يعني مش دور الزوج كذا ودور الزوجه كذا، مش دور اللي ماسك البيزنس جروث كذا ودور التكنيشن كذا، هو ميكس واختلاط في الادوار. ما بتبقاش منظمه ومرتبه ان كل واحد ليه لود وكل واحد ليه دور وهو ده الحل عشان البيزنس يكبر، ودي حتتي ودي حتتي. والشراكه معموله علشان نوصل لمستويات لوحدك ما تعرفش توصل لها، فمحتاج تفهم صح مفهوم الشراكه قبل ما تشارك. فلو انت فاهم ان الشراكه ادوار، اتاكد ان انت ما تشاركش حد في الوقت الحالي، وتاكد ان انت مش جاهز ان انت تشارك حد في الوقت. لكن لو انت فاهم مفهوم الشراكه صح، وبارتنر بتاعك او شريكك فاهم الشراكه صح، وفاهم ان هي مش ادوار، وفاهم ان هي مش لودز بتتوزع، وفاهم ان مش كل واحد ليه الالتزامات اللي عليه فقط، يبقى انت محتاج تراجع نفسك قبل ما تشارك حد. عشان تشارك حد محتاج تغير المفهوم ده، محتاج تغير مفهوم الادوار لشراكه حقيقيه.